السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مكملين في سلسلة 30 يوم اكل صحي. يلا نخس. اول حاجة عندي انا نقعت عندي بذور الشيا في قلب عصير برتقال زي ما انتم شايفين كده، وسبتها حوالي نص ساعة. طبعا قلنا سناكس، انا استخدمت بطاطا. هكلمكم برضو، خليكم معايا لاخر الفيديو. هنجرب سناك تاني برضو اقول لكم على فوائده رهيبة. انا عندي جبنة قريش، هستخدم جبنة قريش النهاردة في الفطار. هنعملها كده بطريقة لذيذة كده وخفيفة. دي جبنة قريش انا بس بجيبها وارش عليها رشة ملح خفيفة، لان اللي انا بجيب منها ما بترشش عليها ملح خالص، فبتبقى كانها مسكره كده، فلازم برش عليها رشه ملح. جبت بوله عندي سلطانيه اهي، حط فيها قطعه جبنه قريش. طيب هستخدم مع الجبنه القريش ايه؟ هستخدم مع الجبنه القريش نعناع. النعناع من الحاجات اللي بتدي طعم جميل جدا للحاجه. هديها هرسه بس كده بالشوكه اهو، هرسناها هرسه محترمه، وهبدا بقى اقطع فيها نعناع خفيف. انا استخدمت نعناع فريش. طيب يا رندا، انا ما بحبش النعناع، ماليش فيه، مش عارفه ايه هو، من الحاجات اللي كويسه يعني. بس لو انت ما بتحبيش النعناع ممكن تهرسيها بشويه كمون مثلا. ممكن تقطعي فيها طماطمايه، تقطعي فيها شويه فلفل الوان. احنا بس بننوع يعني، بننوع عشان ما نزهقش من الاكل. تمام. انا عندي نعناع اهو، دي عندي انا كنت زارعه نعناع في البلكونه، فاخدت منهم واحدتين. ببدا اقطع، هروح اجيب ورقتين كبار شويه قطعتهم اهمت، وهديها هرسه. انا هستخدم جبنه، احط معاها زيت زيتون ونعناع، بيبقى طعمها حلو جدا. وهقول لكم برضو على سلطه زبادي بالخيار بس في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. قريبه من الطريقه دي ومشبعه جدا وتنفع للعشاء. تمام. اهوت انا خلصت كده الجبنه عندي. هبدا بقى اجيب الطبق بتاعي وابدا ارص الحاجه بشكل شيك. انا هستخدم في الخضار النهارده، هستخدم خيار وجزر. تمام، يعني كل مرة عايزين ننوع في الخضار، يعني مش مثلا كل يوم فلفل، مش كل يوم طماطم، لا عايزين ننوع عشان ما نزهقش. التنويع بيخليكي ما تزهقيش من الاكل بسرعة. هقطع شرايح خيار ده زي ما انت عايزاها، مكعبات، شرايح، اللي يريحك. استخدمي الخضروات اللي عندك في البيت المتاحة، يعني مش شرط تنزلي تجيبي، لا ده انا هكسل النهارده افطر فطار حلو عشان انا مثلا نسيت اجيب خيار او نسيت اجيب فلفل، لا اللي موجود عندك تقدري تظبطي الدنيا بيه يعني. ماشي. الجزر برضو من الحاجات اللي انا بحبها، وانا بحب استخدم الخضار فريش. انا اقطع الجزر، بحب اقطعه بالقطاعه بتاعه البطاطس كده، بيبقى شرايح رقيقه، حتى بحطه لاولادي في الطبق واقول لهم كلوا شيبسي جزر طعمه حلو. من الحاجات الصحيه والولاد بتحبها، فانا كمان برضو بحبها شرايح كده، بتبقى خفيفه حتى ما بتقرقش قوي في سناني، لان أنا على طول سناني وجعاني. فالجزر ده بيفرق معايا كده يعني. ده برص قدامه الخيار. احنا اتفقنا ان العين بتاكل قبل البق، فعشان كده محتاجين نرص الطبق رص حلو عشان ما نزهقش. اهوت. تمام. بس خلاص رصينا، هنزل بقى بالجبنة، اجيب الجبنة بتاعتي وانزل بيها في الخيار اهي. انا بس بقلبها. لو عايزة ممكن افكها سايلة شوية، ممكن احط عليها بق حليب وهرسها، بس انا مش عايزاها سايلة قوي عشان انا عايزة يعني مش هاكلها كلها بالتوست، انا هاخد حتة بالتوست والباقي كلته كده بالمعلقة. تمام، فمش عايزاها سايلة قوي، فانا عايزاها فيها قوام الجبنة يعني. هرسها كده وانزلها بقى. رحت جبت معلقة عشان انزلها اهي. اهي في حته برضو كانت فاضله، بحيث ان انا الجبنه دي بالطريقه دي لو حتى مش هاكلها بعيش ممكن اكلها بالمعلقه. جبنه القريش من الحاجات الصحيه جدا، منظمه الصحه اتكلمت عنها ان هي افضل جبنه من حيث الفايده، يليها الموتزاريلا. يعني القريش المصريه دي افضل جبنه من حيث الفايده، يليها الموتزاريلا. تمام. حطيت عليها رشه زيت زيتون خفيفه خالص. انا من النوع اللي ما بحبش طعم زيت الزيتون في الاكل، يعني اكل زيتون انما ما بحبش زيت الزيتون. فخلاص انا مضطره اجباري ان انا استخدمه، فبحاول اجيب حاجه حموضه الزيتون فيها اقل شويه، وبرش منها رشه بسيطه على مبدا بس اتعود عليه. توست سن برضو العيش مهم، ما ينفعش استخدم اي نوع عيش. لو هستخدم، مش احنا بعد كده هنكمل السلسله بقى نعمل تحديات، بدل ما ناخد واحده ناخد نص كده، بحيث ان احنا نظبط الدنيا. سلقت بيضه واقطعها بقى نصين واحطها جنبي. طيب انا عندي اهوت، انا كنت كده خلصت، رشيت شويه زعتر عليها كمان، زعتر اخضر من اللي بيبقى فيه سمسم ده. سمسم مفيد طبعا ومغذي، فقلت احط رشه كده بتدي طعم حلو، وبيبقى طعمها لذيذ يعني في الجبنه. ده الزعتر اللي بيتعمل بيه المناقيش السوري. تمام. بيتعمل بزيت زيتون وزعتر.
طيب أنا كده حطيت في الوجبة بتاعتي خيار، جزر، حطيت توستاية سِن، حطيت بيض، حطيت جبنة. أنا هاعمل لكم تورتيلا سِن برضه عشان تبقى الدنيا حلوة معانا، ما نعطلش على حاجة. عملت فنجان القهوة طبعًا بدون سكر، بذور الشيا بتاعتي أهي، حتى هانقلها في فنجان صغير لإن أنا كنت عاملاها في فنجان كبير، باسيبها بس كده وبعدين أحطها في الفنجان الصغير عشان أعرف أقلبها براحتي. طيب إحنا بقى هنعمل إيه، عندي snack مهم جدًا، جدًا، جدًا لازم أستخدمه، الترمس يا جماعة. الترمس مليان أحسن ligaments، أحسن بقوليات تقدري تستخدميها. التوب سعرات حرارية قليلة، ما بيرفعش سكر الدم، بيساعدك في تخلصي من الكوليسترول، بينضف القولون، مليان فوليك أسيد لو أنتِ حامل أو عندِك مشكلة في الأعصاب، مليان فوليك أسيد، فيه مضادات أكسدة كتير، مليان زنك ومغنيسيوم، والزنك ده مهم جدًا، جدًا للمناعة. أنا الترمس عشان أنا هنا كنت نقعته يوم واحد وبعد كده سلقته حوالي نُص ساعة، وبعد ما سلقته نُص ساعة بانقعه يومين في مَيّة، في اليومين دول كل يوم باغيّر المَيّة مرتين، واحط له ملح وكمون معاه. حاجات لو قعدت أتكلم في فوايدها من هنا للصبح مش هابطّل، عايزة حلقة كاملة بس للترمس وجماله. طيب أنا كده فطاري متكامل، كامل متكامل أهوّة، عندي التوست، عندي الخضار، عندي الجبنة، عندي السناكس عشان أنا مش هانسى السناكس ده عشان كلنا بنجوع بالليل، ده سهل جدًا ما فيهوش أي حاجة، وكمان سناكس صحّي وخفيف. ضيفي على كده كمان إن السناكس ده موفّر. أتمنى طبعًا تجربوا الوصفة، هنكمل في السلسلة عشان في حاجات كتير، المرة الجاية هافطّركم فطار أجمد. يالّا مع السلامة.